السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم ستريبس الفراخ. احنا جبنا صدور فراخ زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنسمي بسم الله ونقطعها شرايح طولية كده زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده شرايح طولية كده. تمام. ادي اول مكون عندنا، وهنا كوباية لبن رايب، وهنا البهارات بتاعتنا دي جوز الطيب، بصل بودر وتوم بودر، شوية كركم، كاري، قرفة، ملح وفلفل اسود. اهي يا حبايبي ادي مكونات. تمام. ملح وفلفل وشوية قرفة وكاري وكركم وبصل بودر وتوم بودر ورشة جوز الطيب. تمام. ومعلقة واحدة بس مستردة. هنعمل ايه؟ اول خطوة كل المكونات بتاعتنا دي هنبدأ ننزلها على اللبن الرايب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا المفروض المكونات دي هننقع فيها الاول الستريبس بتاع الفراخ، لان هنطلع كل المكونات دي على دقيق. يعني هنطلع الفراخ على الدقيق، وبعد ما نطلعها على الدقيق هنبدأ نتبل الدقيق زي نفس التتبيلة اللي احنا تبلناها دي. هنحط نفس التتبيلة برضو على الدقيق. بصوا يا حبايبي، وادي معلقة مستردة. لا اهي اهي معلقه واحده كبيره زي ما احنا شايفين كده، وهننزلها في الخليط بتاعنا ونبدا ندوب الخليط بتاعنا اهو. كل البهارات بتاعتنا نزلت كده في اللبن الرايب. خدوا بالكم ان دي اول خطوه. تمام. زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام يا حبايبي. كل مكوناتنا دي اول ما تدوب معانا والبهارات زي ما انتم شايفين كده في اللبن الرايب، هنبدا نسمي الله وننزل ستريبس الفراخ في التتبيله دي، وهنسيبه تقريبا ساعتين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل واحده واحده اهو يا حبايبي. تمام. هنسيب تتبيلتنا دي منقوعه ساعتين، وباذن الله بعد ما تتسب راحتها خالص منقوعه ساعتين هنرجع لكم تاني ونقول لكم الخطوه اللي وراها ايه. خليكم معانا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، دي التتبيله بتاعتنا اهيت اللي احنا وريناها لكم من شويه، موجوده اهيت، واحنا طبعا ركنينها تقريبا بقالنا يجي ساعتين. هنا جايبين شويه دقيق. هنعمل ايه؟ هنحط فيهم نفس المكونات بالظبط اللي احنا حاطينها في التتبيله بتاعه الفراخ، برضو ملح وفلفل وقرفه وتوم باودر وبصل باودر ورشه جوز الطيب وكاري وكركم. تمام يا حبايبي، نفس التتبيله بالظبط اللي احنا حطيناها مع الفراخ. نسمي بسم الله وننزلها على الدقيق ونبدأ نقلب مكوناتنا مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. زي ما احنا شايفين كده بالظبط اهو. هنعمل ايه بقى؟ هناخد قطعة من الفراخ اللي احنا منقوعة قدامنا بقالها ساعتين دي، وهننزلها في الدقيق. بصوا، هنسمي بسم الله اهو. نطلع القطعة كده زي ما احنا شايفين اهي. قطعة الفراخ اهي. هنقوم نسمي الله وننزلها في الدقيق، ونبدا نقلبها كده جامد في الدقيق زي ما احنا شايفين اهو. طبعا الدقيق بتاعنا احنا متبلينه زي ما احنا عارفين اهو، في كل البهارات بتاعتنا. بصوا انا بقلبها ازاي، مش ببطط عليها ولا بحاول افردها زي البانيه، لا، الستريبس لازم تكون بتخنها زي ما احنا شايفين كده اهو يا حبايبي. بعد كده نبدا نطلعها. بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بس تكون الكاميرا جايبه كويس اهو اهو. تمام كده، شايفينها كويس اهو اهو يا حبايبي. ادي اول قطعه هننزلها بقى في الطبق بتاعنا ده اهو، ونخش على اللي ورا هنكمل بقيه القطع وهنرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده دي كميه الستريبس بتاعنا، ستريبس الفراخ خلصناها كلها زي ما احنا شايفين اهو. ادي القطعه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنتوكل على الله ونروح بقى ايه، نحط الطاسه فيها الزيت ونبدا قلب. هنا يا حبايبي قدامنا طاسه زي ما احنا شايفين كده، وفيها زيت غزير. لازم يكون الزيت غزير يا جماعه. هنبتدي نجيب قطع الستريبس بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين كده، ونسمي بسم الله ونبدا ننزلها في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه بتاعت التتبيله مخليه الفراخ ريحتها جميله. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده مشهيه يعني، وتغيير في الاكلات. هنا يا حبايبي حطينا القطع بتاع الستريبس كلها زي ما احنا شايفين كده في الزيت. مش هنقلب فيه كتير، هنسيبه يتحمر وياخد لون، لان هو كده كده محطوط في زيت غزير اصلا. تمام. هيبتدي ياخد لون، وبعد كده نقلبه ونرجع لكم تاني.
هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده الستريبس بتاعنا بسم الله ما شاء الله بقى جاهز زي ما احنا شايفين كده. هنبدا نطلعه نحطه في مصفى، واول ما يتصفى من الزيت هنبدا نقدمه بقى ان شاء الله في طبق التقديم. تمام يا حبايبي، ويا رب باذن الله وصفاتنا تعجبكم وتنول دايما اعجابكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.